اكتر حاجه كلنا بنحبها هي الشيبسي. بصراحه انا بحب شيبسي تايجر اكتر من اي نوع شيبسي تاني. النهارده قررت اعمله عشان ولادي كمان داخلين على المدارس ومحتاجين حاجات تسالي معاهم في اللانش بوكس، فانا قررت اعمله عشان خاطر ينفعني وينفعهم بمنتهى السهوله بمكون او اداه عندنا في البيت احنا ما بنستخدمهاش. تعالوا اوريها لك ايه هي. عارفين السكينه اللي احنا جايبينها بتشرشر كده البطاطس؟ في منها بالايد وفي منها اللي هي قطاعه على طول. انا جبتها وشفت فيديو ازاي بيتعمل، لقيت ان انتي بتقطعي البطاطس عادي جدا، بس كل شويه بتلفي البطاطسايه عشان خاطر تاخد شكل التجزيعه وتعكس التجزيعه اللي بعدها. بصراحه في الاول كده حسيت بصعوبه لان انا كنت عايزه اصورها لكم وفي نفس الوقت اعملها بشرايح رفيعه. حاولت ولكن نفع شويه انها تنفع شرايح رفيعه وشرايح يعني ايه مش سميكه. حاجة كده تخينة، حاجة بسيطة، بس في نفس الوقت نوع البطاطس ده كمان ما كانش مساعدني لأن هي بطاطس مش بطاطس تحمير. بس لو أنتِ جبتيها هاتي نوع بطاطس تحمير اللي هي البطاطس الرملية أو البطاطس الصفرا، بمعنى أصح أي بطاطس لونها فاتح هي دي بطاطس التحمير، بتبقى حلوة جدًا. بس أنا قررت إن أنا هاعملها لهم وهافرّحهم وكمان هافرح أنا كمان، لإن أنا عايزة أبطّل بصراحة الشيبسي اللي برّه مليان مواد حافظة كتيرة جدًا، ويعني كفاية مواد حافظة بقى، ونوفّر بمعنى أصح كمان في البيت. هنعمل كمية كبيرة من 4 بطاطسات بس، مش بقى يعني بسعر كيسين شيبسي من اللي ب10 جنيه، هتعملي غدا كتير جدًا. قطعناها زي ما قلت لك، كل ما تيجي تقطعي لازم تلفي البطاطسايه عشان خاطر هو ده السر اللي بيفرغها، ان انت السكينه بتعمل شكل التجزيعه في الاول، لما بتيجي تلفي البطاطسايه بتعكسي التجزيعه فكده فرغتيها من جوه. اهم حاجه بقى الحاجه اللي هتتحط على البطاطس بعد ما قطعناها. هو إحنا هنسيبها كده؟ لأ طبعًا مش هاسيبها كده، هاحطها في شوية مَيّة عشان هي بتغيّر لونها زي ما قُلنا دي مش بطاطس تحمير. حُطّي عليها معلقة خل، ولو عندِك عصرة ليمون حُطّي، معلقة ملح، هنحط بقى التوابل توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ولو عايزاها spicy هتحطّي شطة. وكان عندي مرقة دجاج كمان أنا حطيتها. المفروض إن أنتِ بتسيبيها في النقع ده حوالي ساعة، ساعتين، بس أنا ولادي أول ما شافوها لأ إحنا عايزين ناكل، دي بطاطس تايجر يا ماما اعمليها لنا دلوقتي. وحطيت كمان عليهم سِنّة كاري عشان تصفر سِنّة، بس نخلّي بالنا ما نزوّدش الكاري أو الكركم. أنا حطيت كركم مش كاري، عشان خاطر بمجرد ما بيشربها البطاطس وتيجي تحطيها في الزيت بتلاقيه زي تحسّي كإنه اتحروق، لكن شكل اتحروق بس ما بيبقاش الطعم كده. وده المشكلة في الكركم. هنحطها في زيت سخن، ودي أنتِ لمّا تيجي تحطيها حطيها واحدة، واحدة، وبألف هنا وشفا. آية فاروق.